السلام عليكم يا شباب، اهلا بيكم في فيديو جديد. في الفيديو ده هنتكلم عن التايبوجرافي. هنتكلم في الفيديو ده عن المبادئ عموما بتاعه التايبوجرافي. مش هيبقى فيه اي فيجما توتوريالز في الفيديو ده، ولكن هنعرف مع بعض كده ايه اللي ممكن نعمله في التايبوجرافي بتاعتنا بحيث نحقق اكبر قدر من اليوزابيليتي ونحسن من اليو اكس بتاعت المنتجات بتاعتنا، وكذلك اليو اي او الشكل بتاعها. في حتة برضو كده في الآخر هاسيبها لكم، يعني دي حتة كده بصراحة، يعني عايزكم ان انتوا تاخدوا بالكم منها، خصوصا لما تيجوا تبداوا في اي بروجكت وتيجي تحددوا الفونتس اللي انتوا تستخدموها او التايب فيسز اللي انتوا هتستخدموها، بحيث ان انتوا ما تقعوش في نفس الغلطة اللي انا وقعت فيها. وهعرفكم في الآخر ايه هي بالتفصيل ان شاء الله. طيب تعالوا نبتدي مع بعض. اول حاجة في التايبس اوف فونتس اللي هي المتدرجة يعني عندنا في المجال بتاعنا. في حاجة اسمها سانس سيرف، في حاجة اسمها سيرف، والفروقات ما بينهم زي ما انتم شايفين كده مع بعض. السانس سيرف ما بيبقاش فيه اللي هي الشرط كده او الخطوط اللي موجودة في نهاية الأحرف زي ما احنا شايفين هنا على اليمين. وهو يعني معظم صراحة المنتجات الإلكترونية بتعتمد أكتر على اليوزر، في اليوزر انترفيس بتاعها على السانس سيرف عن السيرف فونت. السيرف ليه استخدامات معينة قوي، ويعني محدودة إلى حد ما، وليها اودينس معين وليها استخدامات معينة أقل بكتير من السانس سيرف فونتس. لما تيجي تختار التايب فيس، أولا عشان بس ما انساش، تايب فيس هو النوع بتاع الفونت اللي احنا بنقول عليه فونت. يعني مثلا لو انتر، روباتو، البوبنز، الحاجات اللي احنا بنستخدمها في اليو اي بتاعنا كتايبوجرافي، دي اسمها تايب فيس. الفونت ده هو الويتس بقى، اللي هي بولد، ريجولار، ميديوم، سيمي بولد، والكلام ده كله. فاحنا التايب فيس اللي هو في الحاله دي الانتر او الروباتو مثلا، يعني يستحسن ان احنا لما نيجي نستخدم اي نوع من انواع التايب فيسز نحدد الاول طبعا التارجت اودينس بتاعنا. ما ينفعش ان انا اجي مثلا اعمل ابلكيشن لسينيورز مثلا، ابقى عارف ان الايدج جروب اللي بيستخدم الابلكيشن ده في رينج عالي شويه، مثلا من 40 ل 60 او من 40 لاكتر من 60، واجي استخدم له حاجه زي باسيفيك ودي او مونوتون ده. فلازم دايما اخد في الاعتبار التارجت اودينس او الايدج جروب اللي انا بستهدفه، واخد في الاعتبار الريدابيليتي. يعني ما ينفعش اعمل بودي تكست بالشكل ده، يعني كده انا بعذب الناس بصراحه. لما يجوا يقروا البودي تكست هيعانوا شويه على ما يعرفوا يقروا الكلام اللي انا كاتبه بالخط ده او اللي تحت. لكن زي ما احنا شايفين في انتر ورباطه البودي تكست لا، ريدابل جدا وممتاز جدا جدا جدا. طيب لما تيجي تحدد عدد التايب فيسز اللي انت هتشتغل بيها في البروجكت بتاعك، ما اعتقدش ابدا ان انت هتطلع بره 3 او تزيد عن 3. انا شخصيا يا واحد يا اتنين، يعني اخري اتنين. عمري ما استخدمت 3 اصلا، ولكن في اكيد كيسز ممكن الواحد يستخدم فيها اكتر من 2 تايب فيسز. زي ما احنا شايفين كده، ده مثلا جزء سيكشن في ويب سايت مثلا مستخدم 1 2 3 4 تايب فيسز. شايفين العشوائية؟ تحس ان الشكل بقى عشوائي جدا، مفيش كونسيستنسي خالص، كل تقريبا حتة بتايب فيس مختلف. فما يحبذش خالص ان احنا نعمل حركة زي دي، يحبذ ان احنا نستخدم 2 بس. دايما حاجات تبقى مثلا للتايتلز الكبيرة او كده، وحاجات تبقى للبادي تكست. طبعا زي ما قلنا البادي تكست لازم يبقى ريدابل اكتر حاجة ممكنة عشان اليوزر يقدر يقراه بكل سهولة. طيب الحتة دي برضو مهمة جدا لما تيجي تعمل بودي تكست، خصوصا لحاجات فيها زي بلوجز مثلا، حاجات فيها ريدابيليتي، مستوى ريدابيليتي عالي. ما تعملش الفونت بيور بلاك. بيور بلاك ده اللي هو 6 صفار، ابدا. لان هو مع الوقت لو انت بتقرا حاجه بيور بلاك، مع الوقت هتلاقي فيه مشكله هتحصل لك في عينك. هتحس ان عينك بقت بتوجعك، تحس ان الشكل مع الوقت لما تقعد تبص له شويه كده هيضايقك، هتحس انت متضايق. فيستحسن ان انت تخش على الدارك جراي. وطبعا تميك شور ان الكونتراست ريشيو زي ما قلنا قبل كده طبعا، ما يعني دبل اي او تريبل اي طبعا يحبذ في البودي تكست تبقى تريبل اي. وده طبعا زي ما احنا قلنا في فيديو الكونتراست، هسيبه لكم تحت في الديسكربشن. لازم نتبع جايد لاينز معينه اللي هي الويك ايج فيما يخص الاكسسبيليتي.
برضه نفس الكلام لو في دارك باك جراوند التكست بتاع البودي ما يبقاش بيور وايت، علشان برضه هيعمل نفس المشكله اللي بيعملها البيور بلاك، اللي هو ممكن يعمل مشكله مع الوقت او مع مده النظر الطويله ليه، يعني هيسبب مشكله في العين ومش هيبقى اريح حاجه. يستحسن برضه ان احنا ناخد حاجه خفيفه شويه او لون خفيف شويه، درجه من الجراي برضه افضل بكتير من البيور وايت. طيب بالنسبه لللاين هايت، برضه اللاين هايت بيفرق جدا في الريدابيليتي. يعني لازم تدي لليوزر كده سبيس كده في البودي تكست بتاعك عشان برضو يبقى مرتاح وهو بيقراه، ما يحسش ان الحاجه داخله في بعض ومزنقه قوي في بعض. برضو بتدي احساس او يو اكس افضل بكتير للمنتج بتاعك ان انت تدي لاين هايت عالي بيرينج مثلا من 140 ل 160%، على حسب ما انت برضو بتقدرها وعلى حسب نوع التايب فيس اللي انت بتستخدمه، كل واحد بيختلف عن التاني. مما لو استخدمت اللي هو ال 100% مثلا او الديفولت بتاعها اللي هو بيبقى في بعض التايب فيسز برضو ملزق في بعض وكده، وده ما بيديش احسن انطباع خالص عن البرودكت بتاعك، وهيخلي اليوزر ان هو يتضايق، يحصل له فرستريشن، مش هيكمل قرايه في المنتج اللي انت عامله. طيب نيجي بقى لحته الويدوز. اوكي، لما تيجي تعمل باراجراف معين ميك شور ان انت اخر كلمه خالص ما تبقاش لوحدها. يعني دي اسمها ويدو. الويدو هي الباراجراف اللي انت بتعمله اللي بتنهيه بكلمه واحده. اولا الكلمه دي هي بتلفت الانتباه على طول، اول ما حد بيبص كده بيبص على الكلمه الاخرانيه اللي هي اكسبلور، دي هي اللي بتلفت النظر. وفي نفس الوقت مفيش يعني زي ايه، مفيش تناسق كده في الباراجراف ده، تحس ان هو في حاجه ناقصه الحته دي كده، سبيس كتير قوي، وانت في معظم اللاينز بتاعتك او في كل اللاينز بتاعتك اللي فوقيها واخد سبيس بيسموها راج، يعني بت بتاخد مسافة معينة لحد آخر السطر، ولكن هنا في الآخر أخدت مسافة كبيرة جدًا عكس ما عملت فوق. فيستحسن إن إحنا دايمًا نأفويد حتة الwidows دي، بحيث إن إحنا ممكن بقى نشيل كلمة، نحط كلمة، نضبط يعني الcontent، نقلل شوية الwidth بتاع الparagraph بتاعنا أو أيًا كان، ولكن نضبط الparagraph بتاعنا بحيث إن هو يبقى زي ما إحنا شايفين كده شكله consistent وجميل، والمسافات إلى حدٍ ما متناسقة وشكلها لطيف جدًا. وزي ما إحنا شايفين يعني حتى الفرق بين ده وده أكيد فرق كبير جدًا، وهيحسّن أكيد برضه الUX بشكل كبير لو خدنا بالنا من موضوع الwidows ده. الأورفنز نفس الكلام بس العكس، بدل ما بتنهي الباراجراف بكلمة واحدة، لأ أنت بتبتدي الباراجراف بكلمة واحدة. وبرضه يستحسن إن إحنا ناخد بالنا منها ونحاول إن إحنا نضبط الcontent بتاع الباراجراف بتاعنا علشان نتجنب الاتنين الwidows والorphans. طيب نيجي بقى لحتة الtype scale وإحنا ليه بنعمل type scale. الtype scale إحنا بنعمله سواء بالأحجام المختلفة الtype face اللي إحنا اخترناه أو بالweights المختلفة، علشان ندّي فروقات بين أولويات الأهمية اللي إحنا محتاجين نوصّلها للuser يعني. طيب تعالوا ناخدها الأول كده واحدة، واحدة. إحنا أول حاجة في applications كتير جدًا وplugins كتير جدًا زي type scales اللي موجودة على Figma، هتساعدنا إن إحنا نطلّع الشكل اللي قدّامنا ده دلوقتي بمنتهى السهولة وبمنتهى البساطة. يعني لو جينا عندنا هنا دلوقتي وفتحنا الplugins واخترنا type scales، هتلاقيه إن هو فاتح لك الwindow دي بمنتهى البساطة. أنت بتختار البيس سايز بتاعك اللي هو البادي تكست، يعني اللي هو يا إما 16 يا إما 18 يا إما 14 على حسب ما أنت بتحدد، وهو اوتوماتيكلي بيطلع لك الفاريشنز المختلفة، تعال نقول يعني، أو الهيدنجز المختلفة. طبعا أنت في السكيل هنا أنت ممكن بتختار حاجات فرايتي كتير، على حسب الفرايتي دي على حسب المالتيبلاير بتاعها. يعني هو دلوقتي بيضرب ال16، لو انت اخترت الماينر سكند هيضربه في الرقم ده علشان يطلع لك اللي بعده، وبعد كده يقعد يضرب 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 لحد اما يوصل لاخر هيدنج انت محدده. فكل ما زاد الرقم ده كل ما الفروقات بين الهيدنجز زادت بشكل كبير. يعني احنا لو جبنا اول واحد ده الماينر سكند، بص هتحس ان مفيش فروقات كبيره قوي بين الهيدنجز دي، ولكن لو جينا جبنا اخر واحد خالص اللي هو الجولدن ريشيو، صباح الفل يعني. بص تقريبا مش هنعرف نشوفها اصلا. يعني بصوا الفرق بين ال16 واخر واحد خالص هو عامله 287. طبعا ده يعني عالي قوي بصراحة. انت يا اما هتختار معظم الوقت يعني عشان بس ما
ما حدش ياخد الموضوع ان هو يعني قانون او كده. يا اما الميجر سكند هو ده لطيف لو مثلا داشبورد او حاجه اخرك هيبقى 32، او لو بتعمل ويب سايت مثلا ممكن نقول ايه ميجر ثيرد مثلا لحد ال 60، يبقى مثلا ال 60 ده هو بتاع الهيرو سيكشن والباقي كله ايه. وتقريبا هو ده اللي احنا عاملينه في التايب سكيل اللي احنا شفناها في الفريم اللي كنا فاتحينه دلوقتي. طيب دي حاجه، في حاجه تانية برضه عايز اقولها لكم، يعني الارقام دي مش يعني مش قانون، انت ممكن بتظبطها على حسب السبيسنج سيستم مثلا انت ماشي عليه. لو انت ماشي في 4 بوينت جريد او 8 بوينت جريد، انت ممكن تظبط مثلا 61 دي تخليها 60، ال 49 تخليها 48، ال 39 دي تخليها 40، تقعد تقربها للارقام بتاعتك انت مش لازم تمشي بالظبط زي ما مكتوب لك في التايب سكيلز. هو الهدف ايه؟ الهدف ان انت تعمل اشكال مختلفه واحجام متنوعه، بحيث ان انت تقدر تنسق الكونتنت بتاعك على حسب البريوريتيز بتاعت الاهميه زي ما اتفقنا في الاول. يعني انت لو جيت بصيت في الفريم اللي بعد كده، ده مثلا هيرو سيكشن. وعلى فكره ده انا جايبه من تايب سكيل، او ويب سايت اسمه تايب سكيل اهو. الويب سايت ممكن تلاقوا عليه بقى نفس الكلام بالظبط اللي لقيناه في البلجن ده، ولكن بقى الفرق ان هو هيوريك الاختيارات اللي انت اخترتها دي في بريفيو كده على اليمين. وبرده ده برده لطيف جدا، ممكن انت تست بيه بقى اللي انت عايزه والكلام ده كله. برده ممكن تختار نوع الفونت، ودي حاجه لطيفه جدا جدا جدا. فزي ما احنا شايفين، احنا دلوقتي اخترنا بعض الهيدنجز اللي احنا طلعناها من التايب سكيلز، ولكن مش شرط ان انت تختار كله. يعني انت لو طلعت مثلا عملت 8 عملت 6 عملت ايا كان الرقم، انت مش لازم تستخدمهم كلهم، انت بس تخليهم عندك احتياطي. زي ما انت بتعمل مثلا شيدز للالوان قبل ما بتيجي تبتدي، عملت مثلا من 100 ل 900، يعني انت معاك 9 الوان. هل انت لازم تستخدم كل الالوان دي وانت شغال؟ طبعا لا، انت بتعمل الشيدز دي يعني كباك اب ليك كده، علشان لما تيجي تختار لون او انت محتاج لون، تلاقي عندك لايبرري جاهزه فيها الالوان اللي انت محتاج او الشيدز اللي انت مطلعها، فتقدر تستخدمها على طول. مش هتقعد بقى تجرب وتقعد تجيب الوان وتدور والكلام ده كله. فهنا مثلا اعلى حجم خالص اللي هو الهيدنج 1 او اتش 1 ده بنختاره للهيرو. بعد كده حطينا البادي تكست كسب تايتل، وبعد كده بودي بولد ده عملناه للبوتنز. برضو ممكن تسميه برضو اي اسم عادي، دي مش هنختلف يعني. نفس الكلام برضو اخترنا هنا ال H2 في الجزء ده، و H6 كسب تايتل تحتيه، والسكشنز اللي تحتهم برضو فيها H5 كتايتل، والبودي بتاعهم في البودي ريجولر. برضو الحجم بتاع الفونت زي ما قلنا بيزود البرايورتي. يعني انت هنا اكتر حاجه عايز اليوزر يشوفها في الهيرو سيكشن ده مثلا هو التايتل بتاعك، الفاليو اللي انت بتقدمها تحت. انت بتشرح له بقى انت بتقدم الفاليو دي ازاي، فممكن يعني بخط اقل مفيش مشكله. برضو احنا بندي بولد في البوتنز بحيث ان احنا نعلي الكونتراست شويه، نلفت انتباه ليها اكتر شويه. طبعا اللون بيلعب دور كبير، احنا طبعا هنا مفيش لون، ولكن احنا اللون بيلعب دور كبير في ان هو يلفت النظر للبوتنز. احنا ملتزمين برضو بلاين هايت كويس جدا مناسب، وملتزمين بالبودي بتاعنا جراي دارك جراي مش اسود، وملتزمين بكونتراست ريشيو عاليه. يعني لو جينا عندنا دلوقتي كده شفنا استخدمنا يوز كونتراست اللي انا تقريبا كل فيديو بقول لكم عليه. لو جينا استخدمنا اليوز كونتراست هنلاقي ان الاكسسبيليتي تريبل اي 7.521، ودي ريشيو ممتازه جدا جدا جدا. تقدر ان انت تتاكد ان شاء الله يكون المنتج بتاعك اكسسبل ب الماجوريتي اوف يوزرز، يعني او رينج كبير جدا من اليوزرز. طيب احنا كده تقريبا خلصنا كل حاجه، ولكن انا بقى حابب الفت نظركم لحته كده انا اتعرضت لها وكانت في منتهى السخافه. لان انا تقريبا بنيت ويب سايت بالعربي بالكامل باستخدام فونت معين او تايب فيس معين. وطبعا على فكره عشان تبقوا عارفين، يعني هي انت مش هتفضل دايما تقولها تايب فيس برضو، هي دي حته كده انا قلت اقولها لكم عشان اعرفكم بس الفرق بين الاثنين، وان هي اسمها اصلا تايب فيس. ولكن انت في تعاملاتك مع التيمز ما حدش هيفهم قوي تايب فيس دي، فانت ممكن عادي بتقولها فونت. انا بس يعني بعرفكم الفرق مش اكتر. نرجع لموضوعنا، الحته دي هقول لكم بقى اللي حصل. التايب فيس ده اسمه اي بي ام بليكس سانز ارابيك، اوكي؟ يعني ممكن اوريه لكم برده كده عشان لو حابين يعني تجربوا اي بي ام بليكس سانز ارابيك هنا اهو. طيب بصوا الشكل بتاعه عامل ازاي على فيجما ده. عشان اوريكم برده البروبرتي بتاعته. هو ريجولار 16، ريجولار دي 400 بالارقام، يعني هي 400. فلو جينا بصينا على الفونت ده بعد ما تعمله بديفلوبمنت، بعد ما بيتحط في كود بقى ويطلع ويب فونت يعني او ويب بيست،
لو جينا بصينا بقى للتايب فيس ده بعد ما بيطلع على الويب، بصوا كده، لو جينا قلنا اي بي ام فليكس سانز ارابيك، هو ده احلى حاجه بقى في جوجل، ودي الحاجه بقى اللي انا عايزكم تعملوها، ان هو بيوريك التايب فيس بتاعك وهو مستخدم بقى في باراجرافز يعني. فبصوا بقى، ده ريجولار 400 اهو، كام 16. اوكي، بصوا شكله عامل ازاي. وبصوا هنا، تعالوا نخليها بقى 100% الزوم. اوكي، ده كده زوم 100%. بصوا شكل التايب فيس عامل ازاي. تعالوا نجيبه كده على الشمال شويه، بصوا الفرق، شايفين؟ هتلاقوا ان ده يعني تحسه مثلا ايه، سيمي بولد ميديوم، مش ريجولار خالص، وتحس ده لايت، يعني رفيع بطريقه غريبه. تخيل بقى ان انت اشتغلت، خلصت اصلا كل حياتك وانت مستخدم التايب فيس ده، وفي الاخر بعد ما اتعمل له ديفلوبمنت لقيته طالع كده، فمش احسن حاجه. فنصيحتي نصيحتي ليكم يا جماعه، يا اما بقى تعمل يعني ملف HTML وتربطه بقى بالتايب فيس اللي انت بتستخدمه، او ان انت لو بتجيب من جوجل فونت تتاكد مليون في الميه، وتنزل تشوف الويتس المختلفه بتاعته والاحجام المختلفه بتاعته شكلها ماشي زي ما انت شايف في فيجما ولا مختلف. بس فدي حاجه حبيت الفت نظركم ليها، وان شاء الله ما تقعوش في نفس الموقف السخيف ده. كده نكون خلصنا التايبوجرافي. ان شاء الله ممكن بعد كده بقى نبقى نتكلم ازاي نعمل الستايلز بقى اللي هنشتغل بيها على فيجما ان شاء الله في فيديو تاني. لو عجبكم الفيديو ممكن تعملوا لايك وشير. لو حابين تشوفوا فيديوهات اكتر تخص مجال اليو اكس واليو اي ممكن تعملوا اشتراك في القناة. اتمنى تكونوا استفدتوا، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.